بس احنا بنقول عشان علاقاته بره. علاقاته لا هي بس بتفرق في حاجه، الانتخابات مالهاش دعوه بقصه الانجازات بقى. لا بعد اللي شافوه مع جمال علام مثلا. ان هو قريب. انت عارف لو حازم امام وهاني هو قريب دخلوا مع بعض والله طيب ما يعني يكسبوا خلي احسن. بالك الانتخابات اللي فاتت الشباب كان هاني وناجح ناجح، كان ناجح ناجح. واللي خلى هاني يخرج بره الترشيح هو العبد الله، ما حدش يعرف الحكايه دي، لان انا عملت ضغطه اعلاميه رهيبه على الشاشه، لان وقتها كان لسه موضوع البورسعيد وبورسعيد، ما كانش الجماهير الاهلي عاوزاه. وجبت واحده ست على الهوا في التليفون قعدت تعيط ابوس ايدك يا استاذ هاني ما ترشحش نفسك يا استاذ هاني، احنا الدم مش عارف ايه، احنا عيالنا ايه مش عارف ايه. قال لي خلصت عليا، هاني قال لي انت خلصت عليا، قلت له دي لمصلحتك، لان وقتها الالتراس الالتراس كان على الموضوع صعب. فانا قلت له انا بعمل ده لمصلحتك انت. فاللي جاي بقى فعلا لو كان هو كان الاتحاد اتحرق في وقت ولا تضمن حاجه بقى. الاتحاد اتحرق وقتها كان هو معرض تهديدات ومش عارف كل الكلام ده، فهو هاني ممتاز الحقيقه، ممتاز جدا يعني، ولكن ما كانش التوقيت اللي فات. اللي جاي ما فيش مشكله فيه، فده وده الاثنين اصلا. اتفضل. احمد وحيد رمضان، شاعر ومنشد ومغني راب وملحن وعضو فريق طموح للكنوز البشريه. سمعت حضرتك ان شاء الله. اتفضل. خلال خوضك لتجربه التمثيل في فيلم مرجان احمد مرجان الذي لعب بطولات الفنان عادل امام، لعبت دورا كبيرا مع منتج الفيلم من اجل ازاحه فكره الاستعانه بالحضري في الفيلم خوفا من غضب جماهير الاهلي لهروبه وقتها للاحتراف في الخارج، مما كان سيؤدي الى سقوط الفيلم. ما صحه ذلك؟ اول مره اسمع يعني الجمله دي. هو مش زعل، مش حاجه ما بينك وبين عصام، كنت بحب عصام جدا انا حبيبي. لا يعني سلام عليك اسمه انت كنت يعني بتقول يا جماعه الفيلم احنا عايزينه ينجح. جبت حته جول الاسبوع اللي فات. لا والله المصحف الشريف عملت ان انا اعمل كده ساحب القران والمصحف الشريف نام على الارض. قال لي ده في حياتي، ما انا في حياتي ما حدش جاب فيها ما حدش ده بالصدفه يعني. فانت بتتكلم ان هو كان عايزين الفيلم ينجح، وكان ساعتها هو هيرب السيون والكلام ده كده، فلو كان جه جماهير الاهلي كانت هو السيناريو ده لذيذ بس ده ما حصلش. يعني السيناريو اللي انت بتقوله ده سيناريو مقبول جدا، لكن انت عارف مصر فيها خيال خصب. يعني ايه يجيب لك حاجات وحكايات وروايات وسيناريو وانت تبقى ايه سعيد جدا بالسيناريو لدرجه ان انت ممكن تنسى الحقيقه وتصدق السيناريو. الفيلم بتاع مرجان ده اللي حصل انه موبايلي رن ولقيت نمره شيك قوي، عمري ما برد على موبايلي الا اذا كانت نمره مسجله. فلقيت نمره حلوه قوي واخد بالك، بس برضه ايه مسكت نفسي. تعرف لو جات لك نمره احنا ما نقدرش احنا رن على حضرتك. ما ردتش، فبعد دقيقتين رنت تاني ما قدرتش واخد بالك، فقمت رد. قال لي ازيك يا استاذ؟ قلت له اهلا وسهلا مين؟ قال لي انا عادل امام. قال لي انا عادل امام. قلت له يا استاذ انت مين؟ واخد بالك؟ قال لي ايه يا دوح؟ انا عادل امام يا دوح. الثلاث اربع كلمات دول خلاص صوت عادل امام. ايه ده؟ معقولة الكلام ده؟ فقال لي بص بقى انا هعمل فيلم اسمه مرجان احمد، واللي بيكتبه يوسف معاذ، ولو انت ما علقتليش على المباراه اللي هلعبها والله ما هعمل الفيلم. والله العظيم. طبعا هو مجامل في الجمله يعني، لكن يعني ايه عايز يجيبني يعني. فقلت له انا الحقيقه اتعرض عليا كتير واتعرض عليا تمثيل، وانا عمري ما بحب المجال ده، مش ما بحبوش يعني مش كويس، لا مش لاقي نفسي فيه. فقلت له طيب يا استاذ حاضر، طب حاضر مش عارف يعني عايز اسوف اي حاجه. قال لي ما تقعدش تقول لي حاضر ومش حاضر، هتعمل النهارده انا مستنيك في قدام الساعه كذا. قلت له النهارده مش هينفع. قال لي بكره. رحت له فعلا مكتبه في الدقي عند شارع العز ده اللي هو جنب الكافيتيريا الكبيره. ايوه سلطان. الله ينور عليك. عندنا مره بتاعته والله ما اعرف. ورحت هناك حتى تهت لغايه لما وصلت، وطلعت له لقيته قاعد هو وتجميل جوزي. كان المخرج الاسمراني الاسباني مسأل المجمع. طبعا هو وعلى الاستاذ
الاستاذ عادل ويوسف معاطي، والولد اللي هو ضرب البنيان ده في وشه. ايام بقى هو كان مأنتم معاه. بس اخدت طبعا احتفوا بيه احتفال اخبار ومش عارف وبتاع وعملت البتاع ده. لكن ما فيش حاجه اسمها الحضاره والقصه دي خالص خالص. اتفضل يعني. الكابتن شريف محمد قال على الهوا في البرنامج بتاعه على قناه الاهلي ان الكابتن مدحت دايما بيهاجم وائل الجمعه وانه محتاج يتودي. انا قلت له بدري شويه صح.